مساء الخير، معاكم دكتور ندى عسكر من ديرما ألين كلينيك فرع المنصورة. النهارده هنتكلم عن موضوع التقرن الشعري كيراتوزيس بايلاريس أو المتعارف عليه باسم جلد الوز. أول حاجة عاوزين نعرف يعني إيه جلد وز. الجلد الوز عبارة عن تراكم مادة الكيراتين وخلايا الجلد الميتة على سطح الجلد، اللي بتأدي بعد كده إلى انغلاق المسام وظهور بروز ونزوءات خشنة على سطح الجلد. تاني حاجة عاوزين نعرف إيه أسباب ظهور جلد الوز. أول حاجة بسبب إزالة الشعر بطريقة غير مناسبة للبشرة. تاني حاجة بسبب عوامل وراثية وجينية خاصة في مرضى الإكزيما. تالت حاجة وده أهم سبب بسبب جفاف الجلد، وده طبعا اللي بنتعرض ليه أكتر في فصل الشتاء. عاوزين نعرف بقى إيه أكتر الأماكن المعرضة لظهور جلد الوز أو الستروبري سكين. أول حاجة الذراعين خاصة النصف العلوي، الساقين وخاصة النصف السفلي ومنطقة الظهر. نيجي دلوقتي لأكتر فئات معرضة لظهور جلد الوز من الفتيات والسيدات. طبعا زي ما كلنا عارفين إن جلد الوز مشكلة منتشرة عند كثير من السيدات والفتيات، بتتعدى النسبة ل 70% كمان، بس أكتر ناس معرضة ليه الحوامل ومرضى الإكزيما. أهم بقى سؤال، ازاي نعالج جلد الوز؟ اول حاجه ليزر هير ريموفال او ليزر ازاله الشعر، وده يعتبر اكتر حاجه افكتيف في علاج جلد الوز، لانه بيشتغل على بصيلات الشعر داخل الجلد المتقرن، بيضعفها وبيعمل على تسطيح الجلد، وبالتالي بنقدر نحصل منه على نتيجه كويسه جدا، وخاصه في اول جلستين 3 والنتيجه بتكون مرضيه بنسبه تتعدى 70 او 80%. تاني حاجه ترطيب الجسم باستخدام اللوشن المرطب المناسب لنوع بشرتنا واللي بيحتوي على ماده اليوريا. ثالث حاجه تقشير، سواء باستخدام الكريمات المؤشره اللي بتحتوي على التلاسيليك اسيد او اللاكتيك اسيد او الالفا هيدروكسي، او باستخدام جلسات التقشير، واللي طبعا لازم تكون تحت اشراف الطبيب. لو حابين تعرفوا اكتر عن مجال الجلديه والتجميل والليزر، تابعوا صفحات ديرما ألين على السوشيال ميديا.